السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء احمد، ودي قناتي. ان شاء الله النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا. وصفة زينب اللي هي على التيك توك. ما شاء الله، وصفة جميلة جدا وهنجربها سوا، ويا ترى طعمها جميل ولا فيها مرارة قشر البرتقال ولا ايه بالظبط. كيك هاشش. شوفوا ما شاء الله الكيكة عاملة ازاي. كيك اسفنجي يعني بمكونات بسيطة ومكونات موجودة في قلب بيتك، ومش يعني موفرة جدا. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عملت صينيتين كيك بشكلين مختلفين. صورت واحدة معاكم والتانية عملتها ورا الكاميرا، وقطعناها بالطريقة دي وكان شكلهم جميل. زينا واحدة بالصوص الكراميل والتانية عملتها سادة زي ما حضراتكم شايفين. عايزة لايك وشير لكل حبايبكم واصحابكم، ودعوة حلوة كده من قلبكم. يلا ندخل الفيديو ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. دلوقتي معايا عدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وعدد 2 برتقانة، او حابة تزودي كمية البرتقان دي حاجة ترجع لك. بالطريقة دي كوباية من الزيت، والزيت يكون طبعا زيت ابيض ريحته حلوة، وكوباية من السكر. الكوباية اللي هي هنعاير بيها الزيت هي نفسها السكر، هي نفسها عدد 2 كوب من الدقيق منخولين طبعا. عليهم رشة ملح وعصرة نص ليمونة كده. نص الليمونة ما شاء الله عليه بيخلي الكيك ما ريحتهوش زفرت البيض خالص، وجربيها وعلى ضمانتي. هضرب المكونات دي كلها في الخلاط او في الهند بلندر زي ما حضرتك شايفة كده. ضرب ناعم جدا. ورشة الفانيليا، اي فانيليا متوفرة عندك ان كانت سايلة او بودر. وكده اكون ضربت الخليط بتاعنا وده قوامه. ولا ضفت حليب ولا ضفت ميه سخنه ولا زبادي ولا الكلام ده. انا هو البرتقان اللي انا ضفته. اللي قلنا طبعا بيكنج باودر حطيناها طبعا على الدقيق ونخلناهم كويس. هنقلب في اتجاه واحد، واحنا بنشتغل في اي كيك هنشغل الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. هتقلبي في اتجاه واحد بالطريقة دي، بلاش اتجاهين عشان هيهبط منك الكيك. هنكون مجهزين طبعا صينية دهنينها زيت ورشة دقيق كده عشان الكيك ما يلزقش في الصينية بتاعتك. جربيها بنفس الطريقة او بنفس الخطوات وهتدعي لي دعوة حلوة كده من قلبك. هنزل بالخليط بتاعنا كده وده قوامه. ما تحطيش مية ولا تحطي لبن ولا تخففي. هي ما شاء الله كيك اسفنجي جميل جدا وهيعجبك. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا منساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد من أكلك أحلى مع ولا. ودعوة حلوة كده من قلبكم يا حبايب قلبي. ودي كنت محضراها ورا الكاميرا وحطيتها تستوي فوريتها لكم اهون بنفس المكونات. هي نفس مكونات الصينيتين. طبعا مش انا حطيت المكونات بقى انت ضعف الكمية، انا ضعفت الكمية. ودي صينية الكيكة اللي انا صورتها معاكم. شوفوا الجمال، شوفوا ارتفاعها ما شاء الله. كيك اسفنجي يعني ممكن تقسميها وتحشيها كريمة او صوص كراميل او صوص شوكولاتة. بصراحة وصفة جميلة جدا، ولا الكيك طلع فيه مرارة ولا اي حاجة. وانا اول بصراحة مرة اكل كيك بالطريقة دي. عصرة الليمونة بصراحة حببتني اني اكل الكيك. جربوها بنفس الطريقة واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ودعوة حلوة كده من قلبكم. ده طبعا شوفوا ما شاء الله سخنة، وهي احسن حاجة انك تقطعيها لما تبرد خالص، بس انا عشان التصوير يعني. ما شاء الله شوفوا الكيكة مرتفعة وجميلة جدا وشكلها روعة. لو عندك صوص برتقان حطي عليها صوص كراميل. حط عليها. انا كان متوفر عندي صوص الكراميل اللي بعمله على طول في البيت، وبحطه في ازازة وبحتفظ بيه في الديب فريزر. ما بحطهوش في التلاجة عشان ما عليهوش مواد حافظة تحفظه هيبوظ معاكي. فحطيه في الديب فريزر على طول او في فريزر التلاجة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوفوا ما شاء الله. قربتها لكم كمان حاجة كده بصراحة والله العظيم من الآخر. هقطعها معاكم ونشوف ارتفاعها قدامكم. وصفتك يا زينب ما شاء الله عليها طلعت جميلة. بصراحة تستحق التجربة.
انا مش هعمل الكيكه الا بالطريقه دي. هقطعها معاكم كده، وزي ما قلت لكم لما يكون بارد ممكن تقطعيها شرايح رفيعه كده وترصيها في طبق او في علبه، ومع كوبايه شاي بحليب كل يوم الصبح كده، او نسكافيه، او اذا قعدت اصلا هي ما شاء الله ربنا يخلي الاولاد ويحفظهم ويبعد عننا وعنكم الامراض. شوفوا ما شاء الله ارتفاع الكيكه عامل ازاي. وعملت بنفس المكونات صينية تانية. انا حطيت على دي صوص كراميل والتانية سبتها سادة. شوفوا ما شاء الله جايبها لكم قريبة منكم، واللون ده طبيعي، ولا فانيليا بطعم البرتقال ولا تانك ولا الكلام ده. كل ده من البرتقانتين اللي انا قطعتهم وعصرتهم. وطبعا يستحسن ان يكون ما فيهوش بذر، يعني قبل ما البرتقال البلدي طبعا طبيعته فيه بذر، فانت قبل ما تقطعيها نضفي وشيلي منه البذر عشان ما يمررش معاكي. شوفوا ما شاء الله، ولا صفينا الخليط زي ما قلت لكم ولا اي حاجه اهو. شكل الكيكه بصراحه، واحنا في الشتاء بقى والدنيا ساقعه، وهو ده وقت الكيك اللي بيبقى مطلوب والاولاد بتطلبه، مش في الصيف، لا ما بتتاكلش الا في الشتاء. هقطعها معاكم بالطريقة دي، وادي شكل الوردة معانا، وده شكل القالب الجديد ما شاء الله عليه. ما تحرمونيش بدعوة حلوة كده من قلبكم يا حبايب قلبي. وبص لو بحرف ويعني ادعموني، ربنا يجازيكم كل خير، وشجعوني انزل لكم كل جديد. انا بتعب في الفيديوهات والله ما بلاقيش تفاعلوا مع فيديوهاتي. ربنا يجازيكم كل خير، واذكروا الله كتير كده وانتوا في المطبخ، وصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. هنقطع معاكم الكيكة التانية وهوريكم بردك ارتفاعها ما شاء الله. يعني انا بصور بعد يومين من الفيديو، يعني هقوم اعمل واحدة كمان دلوقتي اهو. وممكن تعمليها ببيضة كمان، ومن غير بيض كمان هتديكي نفس الطعم وطعم الجميل ده. يعني ما تقوليش البيض غالي والبتاع، لا احنا عملنا بزيت ريحته حلوة، وعملنا بسكر التموين، وممكن تعملها ببيضة او وبرتقانتين، يعني برتقانتين ما همش تكلفة خالص، وكوبايتين دقيق من التلاجة. كل ده طبعا بدرجة حرارة المطبخ. شوفوا يا حبايب قلبي شكلهم روعة. لايك وشير لكل حبايبكم. وده كان فيديو النهاردة يا حبايب قلبي، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين. سلام. هسيبكم بقى على خير تشوفوا اخر لقطة في الكيك بتاعنا واحكموا. اذكروا الله.